اكتر حد بيصعب عليا في الحياة هو حالة النحافة ام كرش. تخيلي تبقي رفيعة، مفيش اماكن انوثة، وشنا شكله رفيع بس عندنا كرش جميل، فبتخافي تزيدي عشان لو زدتي البطن هتزيد والكرش هيكبر. الموضوع بمنتهى البساطة ان البطن هي المصنع والمخزن والمستودع. الدهون اثناء الزيادة بتتصنع هنا، وبعدين بتتخزن هنا، وبعدين بتتكاثر هنا، وبعدين بتتوزع من هنا. المرحلة الاولى بحكم ان عضلات البطن ضعيفة، كميات الاكل بتزيد فجأة، عضلات بطنك ما حاولتيش انك تقويها، قلة شرب المية اللي حضرتك عايشة بيه عمل لنا بطن كبيرة. البطن دي هتتكاثر فيها الدهون، بس لا تقلقي لما تزيدي وزن اكتر ونعمل مجهود اكتر ونشرب مية اكتر ونحاول نقلل السكر ونحاول نقلل حتة ان احنا بنفكر، هتبدأ البطن تنزل بس لما نقرب على الوزن المثالي. اثناء الزيادة في الفترة الاولى واحنا بنعمل ترميم هنتقبل الكرش مؤقتا، بس اثناء برضو الزيادة لازم نبطل العادات الغلط. مش اي اكل وخلاص اللي هيزودنا، ده لازم يكون اكل صحي غني بالبروتين عشان الزيادة تبقى صحية 100%، مع شرب مية كتير وشفط البطن باستمرار. الحركة اللي بعملها دي هتخلي عضلات بطني قوية عاملة كده بدل ما عاملة كده، فوضع الكرش ده مش هيبقى موجود والبطن هتبقى فلات. مع الاستمرارية الجسم نفسه بتبدأ تزيد عنده مية والدهون والعضلات، مع ظبطة الفيتامينات هتظبط الهرمونات، فهنزود كرفات. واشوفكم في التعليقات.